السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم. لما تتحكم في نفسك محدش يتحكم فيك. تخيل معايا المشهد ده، انت قاعد في يومك عادي جدا، فجأة حد بيقولك كلمة، مجرد كلمة، وفي ثانية واحدة كل حاجة اتغيرت. صوتك بقى عالي، قلبك بيدق بسرعة، وانت بتعمل حاجة انت نفسك هتتفاجئ منها بعد شوية. السؤال اللي هيغير نظرتك للحكاية دي كلها هو مين اللي كان بيتحكم فيك في اللحظة دي؟ انت ولا هو؟ وده مش سؤال عادي، ده سؤال ممكن يبقى مفتاح كل مشاكلك مع الناس. تابعوا معايا. التحكم مش كتمان. خلينا نفهم حاجة مهمة الأول. التحكم في نفسك مش يعني انك تكتم جواك وتسكت وتفضل ساكت لحد ما تنفجر في يوم. التحكم في نفسك يعني انك تاخد لحظة، ثانية واحدة بس، قبل ما ترد وتسأل نفسك الرد ده هيفيدني ولا هيفرح اللي قدامي. وهنا في حاجة غريبة، لما حد يستفزك عشان يشوفك بتنهار وانت فعلا بتنهار، يبقى انت بتديله بالظبط اللي هو عايزه، بقيت زي اللعبة في ايده. فكر معايا، امتى اخر مرة حصلك فيها كده؟ تاني حاجة، مين ماسك الخيط فيكم؟ فكر معايا شوية. لو مزاجك وقرارك ورد فعلك كله بيتبني على كلام وتصرفات الناس اللي حواليك، يبقى انت مش عايش حياتك، انت عايش رد فعل حياة غيرك. حد زعلك الصبح يومك كله راح، حد مدحك طرت من الفرحة، حد انتقدك قعدت تلوم نفسك يومين. مفيش مشكلة انك تتأثر، احنا بشر برضو، بس المشكلة الحقيقية اللي هتفهموها دلوقتي انك بتدي التحكم الكامل في مزاجك ويومك وقراراتك لحد تاني. وعشان تعرف ان الكلام ده مش رأي بس، ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني القوة مش في إنك تغلب حد بجسمك، القوة الحقيقية إنك تغلب نفسك في اللحظة اللي بتتكلم فيها. وربنا سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة إنهم والقازمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني اللي بيمسك نفسه ويسامح، مش اللي بيرد بأقوى رد. وفي حديث تاني: من قزم غيظه وهو قادر إنه يطلعه، ربنا يوم القيامة هيرفع قدره قدام الناس كلها. يعني إمساكك لنفسك في لحظة غضب مش مجرد مهارة تطوير ذات، دي عبادة وليها أجر عند ربنا. تالت حاجة، إزاي ترجع تمسك الخيط. مش هقولك ما تتأثرش لأن ده مستحيل، هقولك حاجة أذكى وممكن تبقى أهم حاجة هتسمعها النهاردة. خلي مسافة بينك وبين رد فعلك. إزاي؟ واحد، وقفة صغيرة قبل ما ترد، خد نفس ثانية بس، بتفرق بين رد فعل هتندم عليه وقرار هتفتخر بيه. اتنين، اسأل نفسك سؤال واحد: بعد ساعة هفتكر اللي حصل ده؟ غالبا لا، ده بيصغر الموقف على طول. تالت حاجة، ما تعملش من كل حاجة قصة، مش كل كلمة ومش كل نظرة ومش كل موقف يستاهل ردك، اختار معاركك. رابع حاجة، قيمتك مش حد تاني اللي بيحددها، اللي بيتحكم في مزاجك هو اللي ماسك خيطك. ولو قيمتك واقفة على رأي الناس، يبقى كل واحد فيهم معاه مفتاح شخصيتك. وفي النهاية، التحكم في نفسك مش ضعف وأكيد مش برود، هو أقوى حاجة ممكن تعملها، لأن بيخليك أنت اللي بتقرر يومك هيمشي إزاي، مش الظروف ولا الناس اللي حواليك. وقبل ما أسيبكم، خلوني أسألكم سؤال وفكروا فيه كويس. لو حد قالك النهاردة إن مفتاح شخصيتك مش في إيدك، هل هتصدقوا؟ وفكروا كمان إن كل مرة بتمسكوا فيها نفسكم عند الغضب، دي مش بس قوة شخصية، دي لحظة يمكن ربنا يكتب لكم فيها أجر مش متخيلينه. فكروا في الإجابة وخدوا فكرة ونفذوها بكرة، وقولولي في التعليقات لو الحلقة عجبتكم، وابعتوها لحد لو محتاجها النهاردة. الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.